بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم قناة أم ريما. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ديما إن شاء الله يا ربي مليحة ولاباس. اليوم جبت لكم روز ولا أروع، ريزوتو على سيتروي أو روز بالكابويا، بنين وخفيف وسهل واقتصادي. قبل ما نبدأ في الفيديو، اعجب الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، فضلا وليس امرا. اول حاجه البنات، عندي كميه من الكابويا، استعملت كيلو وربع تاع كابويا. عندي ربطه تاع معدنوس متوسطه وفصوص تاع الثوم صغار، درت واحد 6 ولا 7، يعني كي يكونوا كبار نقصوا ديروا 3 4 ماكسيموم. الرز استعملت كيلو، عفوا كيلو غير ربع، نعم. المهم لهنا البنات شوفوا، حطيت الكابويا تاعي او لا سيتروي في او اليقطين، حطيتها في كاس، الماء راهو يغلي وخليتها تفور، غطيتها خليتها تفور. ونروح باه نوجد الروز تاعي. الروز كي العاده نطيبوه، لكن اليوم راح نديروه شويه زايد الطياب. نحط شويه زيت زيتون، نحط عليه ملعقه تاع مارغرين ولا زبده، وتقدروا تستعملوا الزيت العادي. ونخلي هذيك المارغرين تذوب وهذاك الزيت يسخن لي مليح قبل ما نحط الروز تاعي. الروز نقعته مده 30 دقيقه، يعني بعد ما غسلته. الا انا البنات صفيته في صفايه، وراح نحطه يعني كما راكم تلاحظوا في البوبوطه تاعي. ونخليه، عفوا قبل ما يعني نخليه لازم نحركه مليح، نحركه حتى هذيك الحبه تاع الروز تدهن مليح بالدهن هذاك اللي حطيناه. زيد نضيف عليه الملح كميه معتبره، لانه الروز راهو يعني يشرب الملح بزاف. وزيد يعني كل وحده على حسب الذوق تاعك كيما حبيتي. المهم نحركو مليح هذاك الرز تاعنا حتى يدخل فيه الملح، وحتى يعني يتدهن مليح بالدهن كما قلت لكم. ونزيد نصب عليه الماء يكون مغلي، نحطوا الماء نغطيو الروز تاعنا ونزيدو يعني فوق، ماشي يعني كي يتغطى فقط نحبسو، رايحين نزيدو شويه. شوفوا كيفاه كي نحطوا المغرف تقريب تتغطى. لهنا البنات نخليوه يغلي، كي يهز الغليه نقصوا النار ونخليوه يطيب على اقل من مهلو. كما راكم تلاحظوا كي نشوفوا هذوك الثقوب الصغيره دارت لنا في الروز تاعنا، يعني الروز راهو نشف وطاب. نشوفوا باللي راهو نشف، نزيد نحرك مليح الروز تاعي كما راكم تلاحظوا، ونخليه على جهه. يعني الروز تاعنا راهو واجد، نخليه على جهه ونروحوا نوجدوا لاصوص تاع الروز. لهنا البنات عندي كميه كما قلت لكم من المعدنوس والثوم مع بعض. المعدنوس ريشته بعد ما غسلته، نحيت الريش هذاك من الاغصان، راح نهرسو او نقطعه يكون مقطع رقيق بزاف. كما راكم تلاحظوا حنستعمل هذه الاله هذه القطاعه هذه، ونقطعه مع الثوم تقطيع يكون رقيق. هاو يعني الثوم والمعدنوس تاعي بعد ما قطعتهم، نروحو نجيبو مخلة البنات مع بعض ونحطو الزيت. يعني شوفوا البنات نصيحة، ديروه بزيت زيتون راح يجي بنين محشي يعني كمية كبيرة. نحطو كمية زيت زيتون، نخليه يسخن شوية، نحط عليه نضيفو عليه هذيك المعدنوس والثوم، واكيد نحركوه قبل ما يتحرق لنا، لانه نعرفوا كامل باللي المعدنوس ليه يعني يتحرق. نقليوه شويه، هذاك هو الزيت تاعنا يتشرب النكهات البنينه كما راكم تلاحظوا. ونحط عليه الكابويا بعد ما طابت، يعني فورتها ما داتش وقت طويل، ونهرسها بالطريقه هذه البنات. يعني ما كان له تستعملوا هذيك اللي نديروا بها نهرسوا بها البطاطا ولا رحايه، ولا غير بالمغرف فقط، ولا سباتول، ولا ملعقه خشبيه راح تقدروا يعني ترحيوها. شوفوا كيفاه طريه الله يبارك، يعني وريحته بنينه ما شاء الله. هذا الرز هذا يجي خفيف بزاف، وخاصه يعني على المعده والكونو، ما فيهش حوايج بزاف، ما فيهش يعني مكوناته كامل بسيطه، ولكن يعني يجي بنين بزاف. نزيدو نتبلو لاصوص تاعنا، نحطو الملح والفلفل الاسود ونخلط مليح حتى هذيك الكابويا تتشرب كل النكهات اللي حطيناها.
وها هي الكابويه تاعي ولا صوص تاعي بعد ما وجدت. لهنا البنات يعني نقصت شويه من لاصوص، ما راحش نديرو كامل، وحتى الكميه تاع الرز ما راحش نحطها كامل. نزيد نضيفو عليه الرز ونخلطوه وهو فوق النار، يعني نزيدو نخليوه يزيد يتشرب الرز هذيك يعني هذيك لاصوص وهذيك هذاك الماء اللي تطلقوه هذيك لا سيتروي هذيك او الكابويا او اليقطين، ونخلطو مليح حتى يتشرب مليح كل النكهات الرز تاعنا. وها الرز تاعي واجد، راح نشوفوه في صحن التقديم باذن الله. لهنا البنات بعد ما يعني طاب لي الرز وبعد ما حطيته في صحن التقديم كما راكم تلاحظوا، نزيدو نربيو له شويه جبن احمر او اي جبن يكون بنين راح يزيد له في البنه. يعني في الاصل تاع الوصفه هذه البنات هما يستعملوا البارميزان او البارميجانو، لكن حنا يعني غالي بزاف وماهوش متوفر عفوا متوفر بزاف. نحطوا يعني اي جبن نختاروه. انا لهنا درت جبن احمر ويجي بنين بزاف، ولا أربعة إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه وتعجبكم بإذن الله. يعني وصفة اقتصادية وبنينة وخفيفة. مبقى لي غير نقول لكم بقاو على خير والسلام عليكم، ترقبوني في فيديو آخر، إلى اللقاء.